الأخبار الموجزة اليوم الاثنين. يقول المتحدث الرسمي باسم الإمارة الإسلامية المولوي ذبيح الله مجاهد: بدأت صادرات البلاد إلى تركيا وفرنسا من شركات باميركولا بعد أمريكا. وأضاف السيد مجاهد: سنحول أفغانستان إلى دولة مصدرة بإرادة قوية وعمل جاد. تم افتتاح قسم جديد للأطفال المصابين بسوء التغذية في مستشفى الرحمن الرئيسي في كابول. وصرحت وزارة الصحة العامة إنه مع افتتاح هذا القسم سينخفض عدد المرضى في أقسام التغذية في مستشفيات وسط كابول، كما سينخفض معدل وفيات الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. صرحت وزارة المناجم والبترول: تمت دعوة مهندس وكادر أفغاني باسم مطيع الله همايون إلى البلاد، وعين رئيسا لقسم الجيوفيزياء بالوزارة المذكورة. نظمت وزارة الحدود والقبائل لقاء للاستماع إلى أهالي بنشير ومشاكلهم. شارك في اللقاء المئات من العلماء وزعماء العشائر وعامة الناس من كافة المقاطعات بما فيهم العاصمة لمقاطعة المذكورة. حسب تصريحات بلدية كابول، تم تنظيف وري المسطحات الخضراء على مستوى المنطقة 21. أجرت إدارة شؤون الشباب بدائرة الإعلام والثقافة بمقاطعة زابول اختبارا لمسابقة حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة كلات. التقى وزير الخارجية المولوي أمير خان متقي وفد مجلس النواب الإيراني في العاصمة كابول. جرى خلال هذا اللقاء نقاشات مفصلة حول الأمن ومكافحة المخدرات ومنع التهريب وحماية الحدود والتجارة. تم وضع حجر الأساس لمسجد في منطقة شلغرة بمقاطعة بلخ.